انتي متخيلة اسعار الكنافة بقت عاملة ازاي بره؟ ده ممكن من الصبح نقوم نستثمر في الكنافة اصلا من كتر ما الاسعار بره بقت عالية جدا. وعلى ايه يا جماعة؟ تعالوا نعملها زي بره بالظبط، نفس اللون ونفس الطراوة والقرمشة الخفيفة، نفس الطعم وكل حاجة زي بره. سلسلة الكنافة هتبتدي من النهاردة. انا استفزتني الاسعار، قلت يلا قومي اعمليها. اول حاجة هعملها الكنافة السادة. يلا بينا على المقادير. شربات الكنافة ضروري يبقى تقيل وبارد. حطي لي لايك لو عمر بتشوفيني اوعي تنسي تتابعيني، وكمان تشيري الفيديو. كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه واحده بس من الميه. هسيبهم لحد ما يغلوا على النار. هنزل عليهم بعصره ليمون واسيبهم 10 دقايق يغلوا عشان يتقلوا والشربات يتعقد معايا. قبل ما اطفي النار بنحط رشه الفانيليا الخفيفه ونطفي النار على طول، وكده يبقى الشربات معايا مظبوط. بس يبرد خالص قبل ما بنعمل الكنافه. معايا هنا الكنافة بتاعتنا كنت فرماها ومحضراها وسايبها في الفريزر علشان اجهزها. دي الكنافة بتاعتنا زي ما انت شايفة مفرومة كويس جدا وناعمة. هجيب عليها 3 معالق من السكر البودر. ما كتريش السكر عن كده. السكر يا جماعة ميزته اولا بيدي طعم حلو، ثانيا بيديها اللون اللي شفتيه في بداية الفيديو، بس كترته بتنشفها. فعشان تديكي بقى نفس التست كده ونعمل الموازنة المظبوطة، نحط 3 معالق كده من السكر هيبقوا زي الفل. قلبي كده وافركي السكر لو في اي تكتلات، وقلبي الكنافه وغلفها لي بالسكر كويس جدا. جبت تلتين كوبايه السمنه، والسمنه مش عايزينها سخنه ولا مقدوحه ولا سايحه قوي. انا عايزاها كده دايبه. عارفين سمنه دايبه كده ممكن تدوبيها حاجه بسيطه في الميكرويف، حمام ميه يعني، بصي تبقى طريه بس. خلاص خدت شويه منها وهبتدي افرك الكنافه كويس جدا، اغلف كل كنافايه بالسمنه. هي دي اسرار نجاحها. جبت صينيه، ده قالب طرد، عشان لو حابين بعد كده نشكله بأي حاجة، مهلبية، مانجا، فراولة، أي حاجة حابة تحطيها، فزي ستوك كده تعملي فيه آه الكنافة. بس أنا النهاردة هقدمها سادة معاكم، والحلقات بقى بالتوالي كده هتنزل أصناف من الكنافة حلوة بإذن الله هتعجبكم جدا. الصينية بتاعتك لازم تتغلف كويس جدا بالسمنة. هي دي تلتين كوباية السمنة، أنا سايبة شوية للصينية وشوية للكنافة من فوق. ما تقلش أهمية الصينية عن الكنافة. لو اتدهنت كويس جدا هتطلع الكنافة مظبوطة ومستوية واخدة اللون الحلو قوي. دلوقتي نزلت بكمية الكنافة كلها لأن احنا مش هنحشيها. ولما تيجي تعملي كنافة سادة ما تكتريش الكمية قوي، يعني مش عايزين نص كيلو كامل، ممكن 300 جرام هيبقى حلو جدا عشان ما تبقاش الخرطة كبيرة قوي وهي أصلا سادة. خلاص هضغط عليها كويس قوي 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 لحد ما اتاكد ان هي متساويه تماما تحت ايدي، وكلها كده ايه سوا واحد، متماسكه كده في بعضيها ومتسرحه حلو. بقيت السمنه احطها على الوش. الكنافه عايزه تاخد وقتها في الفرن، فدرجه الحراره 160 180 بالكتير. تاخد راحتها عشان تستوي من بره ومن جوه، مش هتنشف معاكي ما تقلقيش. اديتها لون بسيط قوي كده بالشوايه. خلي بالك السطح اللي انت شايفاه ده مش هي دي الكنافة، احنا لسه هنقلبها. عشان كده بقولك اهتمي كويس جدا بدهن الصينية، لان طول ما انت دهنها كويس الكنافة من تحت هتبقى لونها كله واحد متساوي، واخدة لون ذهبي محمر مستوي حلوة جدا. فما تيجي تقلبيها تتقلب معاكي بسرعة وفي نفس الوقت تلاقي شكلها حلو قوي. خلاص هقلب الكنافة بتاعتي وبعدين ابتدي اسقيها. الشربات بتاعها زمانه برد. هنجيب بقى القالب او الصينية او اي حاجة بقى اللي انت عايز تقلبي عليها وتقلبي بكل بساطة. الكنافة هتتقلب معاكي. الكنافة بتاعتنا اتقلبت معايا بالشكل ده. جبت الشربات زي ما انت شايفة ما شاء الله تقل كويس قوي. ضروري الشربات يبقى مظبوط، ما يقلش اهمية يا جماعة عن الكنافة، لانه لو تقيل قوي قوي هينشفها، ولو خفيف قوي قوي هيعجنها. خلاص فلما تظبطي الشربات بتاعك بالطريقة اللي قلتلك عليها، هو ده احسن قوام للشربات. لا ينشف ولا يهريها ولا يعجنها ولا اي حاجة، كده تبقى مظبوطة ومية فل و14. تعالي نقرب بقى كده ونشوفها ما شاء الله. انا مش قادرة اقولك، انا سألت على الكنافة السادة في محل مشهور قال لي بكام. يعني انا معايا بالصور، والله بالصور، اسعار مبالغ فيها مش هتصدقي. يعني مش عارفه ليه السعر اللي قاله ده. انا بيقول لي اصل السمنه البلدي، هل الجاموسه تعرف ان السمنه البلدي بتاعتها كنافتها بتتباع بالسعر ده؟ ما افتكرش، ما كانتش قعدت في الزريبه اصلا الجاموسه وعرفت كده، كانتش هتقبل بالعيشه دي اكيد. فيعني مش عارفه الاسعار المبالغ فيها دي ايه. فجربوا اعملوا في البيت، كل حاجه حلوه من ايديكي.
بصي خطيرة، واخدة لون حلو قوي قوي قوي. ممكن ما تقفيش لهنا، ممكن تحطي اي حاجة على السطح بتاعها، شوية مهلبية، شوية كاستر، شوية كريم شانتيه، اي حاجة، رشة مكسرات يعني. بصي دي بس اول سطر كده في الف ب كده كنافة. بعد كده بقى الوصفات جاية كتير، بس انتوا شجعوني باللايك والشير عشان اعرف ان الفيديوهات بتعجبكم. كل ما تحط شير كتير ولايك كتير هو ده المصداقية، او ده بيعرفني ان انتوا الفيديو عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، مبارك عليكم الشهر. جربوا الكنافة بتاعتنا بالطريقة دي، متأكدة انها هتعجبكم جدا. بصي لا هي مهرية ولا هي ناشفة، بس خطيرة، هتعجبكم جدا. كل عام وانتم بخير، اشوفكم على خير فيديو جديد. اوعي تنسوا اللايك والشير والمتابعة كمان، بحبكم جدا. سلام.